هذا وسنتناول في فصل آخر دور الكرد في حرب هرمجدون التي تدور رحاها في منطقة الشرق الأوسط، والتي أولتها الرأسمالية متجلية في مظهر المسيحية والموسوية معان خاصة، والتي تحدث عنها الإسلام أيضا بوصفها يوم القيامة تيمنا بالديانتين الأخريين، بمعنى من المعاني يمكن نعت الكرد بأنهم شعب ليس بشعب، حيث من المحال مصادفة شعب آخر يهرب أو يفرض عليه التهرب من قيمه ومثله الجوهرية إلى هذه الدرجة. كما يستحيل العثور على مجموعة بشرية أخرجت من جلدها بهذا القدر، لا يمكن الزعم بأن الكرد شعب خائر القوة أو مفتقر لمهارات الحرب والقتال، ذلك أنهم من أكثر المجموعات البشرية قدرة على خوض غمار الحرب والانتصار فيها، نظرا لجغرافيتهم الاستراتيجية وخصائصهم الأنثروبولوجية. كما إن طاقات الجرأة الكامنة لدى نسائهم وشبابهم عالية جدا، لكنهم أحيلوا إلى جبناء يخافون حتى ظلالهم. ستضطر أمريكا لاختيار هذا الشعب حليفا أساسيا جديدا لها في الشرق الأوسط، في حين أن إسرائيل صاحبة مشروع كردي مختلف كليا. إن هذا الشعب الذي جعله الإسلام منسيا ومنكرا سيحتل مكانه على الأغلب في مصاف المسيحيين والموسويين ضمن حلبة معركة هرمجدون الفاصلة إزاء كافة البنى الطرائقية والعقائدية الإسلامية. وبالأصل تتشكل الغالبية الساحقة من هذا المجتمع من علمانيي المذهبين العلوي واليزيدي والمذاهب الأخرى التي فقدت معانيها وعفى عليها الزمن منذ دهر غابر بين صفوف الشرائح الفقيرة البائسة. أما الحفنة القليلة من أصحاب الطبقة العليا وزعماء المجموعات والطرائق الإسلامية التقليدية والعصرية فيتخلون بسرعة عن دورهم في التواطؤ مع العرب والفرس والترك، ويبحثون لأنفسهم عن أسياد جدد في مدن ومتروبولات الإمبريالية، وهم يشكلون مجموعات صغيرة وشخصيات يمكن إفناؤها بكل سهولة. ولكن من الخطأ الفادح النظر إلى دور الكرد في هذه المرحلة الجديدة من الصراع والفوضى داخل الشرق الأوسط بأنه مقتصر على التواطؤ، فالغالبية العظمى من الكرد المتعطشين كشعب لفلسفة الحياة الحرة ستبقى في انتظار روادها الأفاضل لإرواء ظمئها، وبينما تعتبر هذه الغالبية قابلة للتخلي بسرعة عن قوالب حياة العصور الوسطى المستهلكة التي عفى عليها الزمن، فهي لن تتشبث كثيرا بقالب الدويلة القومية المعروضة عليها، والتي لا تسمح بفرصة الحياة الحرة لأي شعب، بل تعتبر العماد المتين للحداثة الرأسمالية. بالمقابل فإن الإدارة الكونفدرالية الديمقراطية الأكثر ملائمة لتحقيق طموحاتها في الحرية والمساواة تعد الشكل السياسي الأكثر مناسبة للكرد نظرا لخصائصهم التاريخية والجغرافية وطبائعهم الأساسية. بهذا المعنى يؤدي كجك منظومة المجتمع الكردستاني دوره، ويتميز بمعانيه النبيلة وبحلوله الأنجع والأنسب بصدد المشاكل المتمخضة عن البنى القالبية للدولة القومية المطوقة إياها، ولأجل عدم الانزلاق نحو وسط جديد من الهم والغم بسبب تشكيل بنى مادية لدويلة قومية جديدة. كما يعد كجك نموذجا رياديا للكونفدرالية الديمقراطية الشرق أوسطية التي تعتبر الصياغة الأساسية القادرة على البلوغ بكافة المجتمعات العربية والتركية والكردية والأرمنية والرومية واليهودية، وكذلك المجتمعات والإثنيات ذات الأصول الإيرانية والقوقازية وجميع المذاهب والأديان، بالإضافة إلى المجموعات التي لم تشهد حقوق الإنسان والديمقراطية ذات المنبع الأوروبي وإيصالها مجددا إلى مقدساتها وتعابيرها بشأن الحياة الحرة ومنجزاتها المادية. بعد أن كانت معرضة للإبادة والتطهير العرقي ومفتقرة ليوتيوبياتها في الحياة الحرة بسبب القمع والاستغلال والاضطهاد في معمعة حروب الدولة القومية النابعة من الحداثة الرأسمالية والمفروضة على موزاييك شعوب الشرق الأوسط. وإذا ما تولدت جمهورية فيدرالية ديمقراطية من فوضى العراق فقد تلعب دورا رياديا في تحقيق تطور في هذا الاتجاه. إن الحرب العالمية الثالثة التي شنتها الحداثة الرأسمالية والتي تمتد أفقيا على مساحات مترامية الأطراف
تعد حاملة ضمن أبعادها الجوهرية والزمانية والمكانية للشرق الأوسط بالعديد من التطورات المحتملة من أفضلها إلى أسوأها، ومحصلة هذه الحروب ستحددها مبادرات وجهود المجموعات المحملة بالمعاني النبيلة. وباكاكا ليس سوى واحد من بين هذه المجموعات التي ترتقي بذاتها على الدوام وتتميز بتطلعها إلى الحياة الحرة وطموحها في الريادة، وتتسم بغناها بالمعاني الفاضلة. من المفهوم تماما أسباب عدم القيام بمحاكمة عادلة في ظل شروط الحداثة الرأسمالية، سواء بحقي أو بحق شعبي الذي اختارني رائدا قياديا له، أو بحق العديد من الشخصيات والمجموعات الشعبية الأخرى. سأتطرق في فصل النتيجة إلى هذا الأمر، أو بالأحرى سأسعى لتسليط الضوء عليه وإثباته مع هذه المرافعة، إذ لا يمكننا التغلب على نظام يقتات دائما على الحرب داخل المجتمع وخارجه إلا بالالتفاف حول يوتيوبيناتنا في الحرية، وبتأسيس بؤر المقاومة والعدالة في كل مكان يتواجد فيه الاضطهاد والاستغلال والسلطة، وكل السبل الأخرى تشبه دوامة عميقة للحياة، حيث لا هدف ولا نتيجة لها سوى استهلاك العمر. أدون هذه المرافعة ضمن شروط العزلة المطلقة في جزيرة إيميرالي، ومثلما أني لا أمتلك إمكانيات البحث المألوفة، فهي ليست بالطريقة التي أرجحها. إن رواد البشرية الذين يتممون بعضهم البعض بمساهماتهم يعتبرون المرجع الأولي بالنسبة لي، لكني لا أرى داعيا لذكر أسمائهم وإنجازاتهم، ذلك أنه لا يمكن تحويل المناضلين العظماء فكرا وعملا في سبيل حياة حرة إلى كم، وأنا ضد البنى العلمية للحداثة بجانبها هذا، وإيمانا مني بأنه ما من صوت أو إرادة للحياة الحرة يمكنها أن تكون عادلة أو موالية للحرية مثلما هي عليه ضمن ظروف العزلة التي عشتها، فإني أهدي مرافعة هذه إلى كل من عرف وسيعرف السير برفاقية وصداقة.